إذا حابة تاكلي أطيب مقلوبة فول تابعي طريقتي وعمليها بحياتك ما راح تندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم كل خير وحب وبركة. من أجل سلق الفول أول شيء إحنا نجيب مي حتى الغليان، نحط عليها ملعقتين سكر وملعقة ملح حتى ما يصير الفول لونه عالصفار. وأنا كمان أخذ من الفول الأخضر أقطع يعني سلة فول أخضر وتلتين حب الفول. يعني إذا عملتيها بهاي الطريقة والله العظيم ما راح تندمي، وراح تطلع طعمة الفول يعني بالمقلوبة يعني تطلع طيبة طعمته. نخلي الفول يغلي 5 دقات أو بس يروح اللون الخضار من الفولة. يعني انت تاخدين الفولاية بس حسيتي حبة الفول الخضار اللي فيها راح خلاص، يعني انه 5 دقات يروح تقريبا 5 دقات 7 دقات تقريبا من 5 ل7 دقات. نشيل الفول ونغسله بمي باردة ونصفي نحطه على الجنب. انا هون حطيته فول اخضر قطعته قطع ناعمة، تقدروا انتوا تقطعونها اكتر. تقريبا هاي طريقة الفول تقريبا الطريقة الفلسطينية. والفول الاخضر حتى يعني انه مثلا الكبار تاخذين منها الحب، والحبات الناعمة مثلا الفول نصفيها مثلا إلا غلت وراح منها هذا الخضار صفي. أنا هون أنتم إلكم الخيار، أنا هون حطيته رز حبة قصيرة ورز كبسة. أنتم تقدرون يعني إذا تحبون شوي بها الخبصة، يعني أنا أحب شوي بها الخبصة، وإذا تحبونها مفلفلة على الأخير خلوا بس رز كبسة. أما تحبونها شوي يعني هي أنا عملتوها يعني تطلع الطريقة مفلفلة يعني، بس مو لما يكون الكبسة ورز الكبسة لحاله، يعني حتى تطلع الطعمة يعني طعمتها أطيب يعني من إنه مثلا بس رز الكبسة. يعني رز الكبسة نص مثلا تحطين رز كبسة 4 كاسات وكاستين رز حبة قصيرة، عندك أي رز حبة قصيرة عادي حطي يعني. نقعته تقريبا أنا ربع ساعة تقريبا ربع ساعة نص ساعة بين ما استوى الفول. هنا شكون اسمه الزيت، أحط زيت حتى بده كمية زيت منيحة. يعني أنا هون تقريبا كاس الزيت كبيرة وحطيته معاه توم، تقريبا توم راس كامل. في ناس يحطون بصلة، كيفكم إلكم الخيار. أنا أحط بس توم. هون حطيته لحمة وحطيته شوي إليا. اللحمة الحمراء بإمكانكم راس العصفور تحطون، بإمكانكم ناعمة، بإمكانكم قطع، يعني على راحتكم هاي. وبعض ناس يحطون فروج يعني يعملونها بالفروج، المقلوبة بالفروج. إن شاء الله شي وأعمل لكم إياها بالفروج. هون خليها إلا تستوي اللحمة. إذا عندكم اللحمة شوي قاسية أو مثلا تحسونها مثلا لحمة دابة كبيرة حطوا عليها شوي مي. إلا استوت اللحمة بعدين وراح المي منها كله حطوا معها الفول. نحط الفول نخليه تقريبا معها 5 دقات يعني إنه مشان يصير في دسامة، وغير هذا الشيء تضل حبة الفول تلمع. ونحط الرز، يكون الرز صفيناه. وهاي أنا هون أحط على مقلوبة الفول الكزبرة ورشة كمون. رشة الكمون تريد تحطونها تريد ما تحطونها حتى على راحتكم. أما الفلفل وقرفة ملعقة صغيرة وهيل ملعقة صغيرة، هدول أساسيات بالمقلوبة. والفلفل وملح وماجي، أنا هون حطيت مكعبين من ماجي. طبعا مع اللحمة أنا حطيته ملح وحطيته فلفل. إذا عندكم مرقة تبع فروج أو لحمة مثلا حطوا يعني بدال المي، بس لما تكون مي بس تطلع نكهة المقلوبة أقوى يعني، لأنه إحنا بالأصل حاطين معاها لحمة. يعني اللحمة بس تفور راح تصير نكهة المقلوبة شوي فيها من اللحمة. نحط الرز ونحركه إلا تتغلف كل حباية الرز شوفوا هنا الرز الحبة القصيرة أبيض والرز الكبسة على الصفار صير. نحرك إلا تتغلف كل حباية رز بالزيت. دائما أي أكلة مقلوبة بس يكون دسم غطى كل حبات الرز تطلع مفلفلة. أنا هون حطيت المي، أنتم إمكانكم حسب الفول. أنا حطيته كل كاسة رز كاستين مي، لأنه كاستين المي ما حسبت الفول، يعني نص الكاسة زادت مشان حبات الفول تستوي. أنا بالأصل حتى حبات الفول تقريبا استوت يعني، بس وصلت الحد الغليان بس يغلي. أنا هون كل شوي انتبهوا كل شوي حركوها، لأنه هي معها رز حبة قصيرة، والرز الحبة القصيرة يلزق يعني بالقدرية مشان ما إنه تنحرق من جوا. يعني كل 5 دقات قلبيها يعني ما تنخبص، يعني لا تخافون إنه تنخبص أو شيء لا.
وغطوها بكيس لما آخر 5 دقات، يعني غطوها بكيس وطفي النار عليها، يعني 5 دقات تستنون، يعني النار شغالة على النار هادية، بعدين تطفون عليها تخلونها نص ساعة. بعد النص ساعة يعني الصبون هون يكون الرز هدي وما يضل تكون حبة مفلفلة، يعني حتى إذا بي شوي مي أو هاي تنشف تشربها حبات الرز أو حبات الفول. عملوها على طريقتي عن جد والله العظيم راح تعجبكم وطيبة. يعني هي احنا بسوريا نسميها رز فول، مقلوبة فول، يعني كل الناس يسمونها. انا هون عملتوها على طريقة المقلوبة، وحتى الرز فول يعني نفس الشيء، يعني ما فرقت. يعني نعمل بجنبها سلطة بخيار او اي سلطة تحبون انتم. يا ريت الكل يشترك بالقناة، اذا اول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة. إن شاء الله يعني لازم هذا الشهر بإذن الله يتوصل 1000 مشترك. بس وصلنا 1000 مشترك بإذن الله راح نبلش ببرنامج اسمه كيف تعيش جنة الله على الأرض. بإذن الله هذا البرنامج إن شاء الله راح تحسون بفرق بحياتكم كل أمور. اشتركوا بالقناة، ابعثوا مشاركة لأحبابكم بإذن الله. بإذن الله هذا الشهر نوصل 1000 مشترك، نبلش ببرنامج كيف تعيش جنة الله على الأرض.